السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. نبهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عموم المغاربة ممن ينوون الحج هذا العام إلى التدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية لضبط وتأطير أداء مناسك الحج برسم موسم الحج 1447 هجرية. وأوضحت وزارة التوفيق في بلاغ لها بأن هذه التدابير التنظيمية تتضمن عدم السماح بالحج إلا للحاصلين على تصريح يخول لهم أداء المناسك، كما تشترط توفر الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة التي تخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة. وأقرت السعودية رزمانة من إجراءات المراقبة عبر تكثيف نقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج الحاملين لبطاقة نسك مفعلة، والتي تم توزيعها. يوضح بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدينية المغربية على المقبلين على الحج بأرض الوطن وكذا منع القيام بمناسك الحج بأي نوع من أنواع التأشيرات الأخرى غير تأشيرة الحج الرسمية. وحذر البلاغ الحجاج المغاربة من كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد، سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية، حيث شددت وزارة التوفيق على أن أي مخالفة صريحة تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. شكرا لكم على حسن المتابعة.